بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه على عيوبكم. وحشتوني جدا جدا، وحشتوني من الفيديو اللي فات. انا بقالي بتاع 3 ايام كده ما صورتش معاكم حاجه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. كل مشتاق للذريه الصالحه، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له على قد طيبه قلبكم وعلى قد جمالكم. تسلموا لي يا رب. اعز اخواتي معزومين بره سحور وفطار، وما كانش في مجال ان انا اصور ابدا. احنا النهارده تاني يوم رمضان، فهنشوف هنعملوا ايه في يومنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين. انا فرحانه جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. انا قدرت اصوم اول يوم وتاني يوم هو ربنا يسترها من عنده. الحمد لله بفضل ربنا ثم دعواتكم. والله دعواتكم دي انا عايشه بفضل ربنا ثم دعواتكم. تسلموا لي يا رب اعز اخوات. انا عماله احمد ربنا والله في كل ثانيه. الحمد لله ان انا قدرت اصوم. والله افتكرتكم عدى عليا امبارح كده من غير الحمد لله رب العالمين قدرت اكمل يوم. ربنا قدرني، افتكرتكم وقعدت ادعت لكم كلكم. ربنا يبارك لي فيكم ويبارك في صحتكم وعافيتكم، ويكفيكم شر الالم، يكفيكم شر اي حاجه وحشه يا رب، ويديكم الصحه والعافيه كلكم. حبايبي ما تحرمش منكم ومن دعواتكم. تسلموا لي اعز اخوات. تعالوا نشوف هنعملوا ايه في يومنا النهارده. طبعا كل يوم بيبقى الراعي الرسمي بتاع الشعب المصري، يعني الناس كلها بتبقى عاملة بط ومحشي وملوخية، ده معروف في الدول العربية كلها، في مصر خاصة في مصر. يعني فاحنا امبارح كان أول يوم العزومة اللي احنا حضرناها دي، كانوا عاملين بط وفراخ ورقاق وبط ومحشي. فما فيش مجال ان احنا بقى ايه ناكلوا اي اكلات من دي النهاردة. يعني كنا خلاص بقى نفسنا بتزهق من الحاجات دي بسرعة، واحنا اساسا رحنا في السمك. يعني احنا لو نطوله ناكله كل يوم سمك مش هنزهقوا منه، لكن لو مثلا فراخ ولا حاجات من دي نفسنا بتجزع شويه منها. فقلنا ايه احسن حاجه بقى، ايه نجيبوا سمكتين بوري كده، احنا بنحبوه بصراحه، بالذات لو طازه بقى كده وبيبقى ريحه البحر فيه، بنحبوه جدا. ودول كانوا سمكتين، بصوا بسم الله ما شاء الله. كان ريحه البحر فيهم، بصوا السمنه في قلبهم. كانوا سمان كده وكانوا جمال، كانوا عايزين يتشووا كده بحالهم. بس يعني قال لي لا بلاش بلاش تشوي، يعني في تاني يوم رمضان كده ايه. قال لي بدعلنا فيهم بقى، شوفي هتعملي فيهم ايه. قلت له ماشي. فانا ايه سمكتين فعلا يعني عملتهم كده بصنفين، عملتهم بطريقتين. بحيث اللي يحب ياكل من ده ياكل، واللي بيحب من ده ايه ياكل. فرحت منضفاهم الاول، كحت فتحت بطنهم، طلعت السمنه اللي فيها بقى. انا على عيني ان السمنه دي انا بحبها جدا في الشوي، يعني بتدي دخانه كده لما بتتشوى، وما بفتحش بطنهم بتبقى بتدي كده يعني ريحه اللحمه المشويه، كأنك بتشوي لحمه مشويه، مش سمك ابدا. لما بتنزل على الصاجة كده بتدوب مع سخونية الصاجة وكده. بتدي ريحة وطعم حلو قوي للسمك. فبس النهاردة مش يوم شوي بقى. رحت منضفاهم وكحت القشور بتاعتهم اهو، وتبلتهم قطعتهم الاول عشان بس يشربوا من التتبيلة بتاعتهم. عايزه اشكر كل حبايبي، كل حد كتب لي كلمه، كل اللي دعالي دعوه جميله كده من قلبكم. تسلموا لي يا رب اعز اخوات، ما تحرمش منكم ابدا. زي ما انتوا بتدعوا لي انا افتكرتكم برضو، وانا في صيامي وفي صلاتي انا مش ناسياكم، بدعي لكم كلكم. بدعي لك يا عبوره، وبدعي لك زي ما انت قبل كده قلتي لي انا عملت عمره ودعيت لك هناك. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا نسمه، ما تحرمش منك ابدا، ما تحرمش منكم كلكم. كلكم اخواتي وكلكم على راسي، وكلامكم الجميل ده والله في قلبي، مش على راسي، في قلبي من جوه. تسلموا لي يا رب. فبالنسبه لنسمة عماله تبعت لي افكار وتقول لي اعملي كذا واعملي كذا، يعني بعتلي فيديو كده ان هو ايه
افكار منزليه ومش عارفه. قلت لها انا قبل كده عملت الفيديو بتاع القشور الليمون والبرتقال، وعملت بيها حاجات كتير قوي وكانت حاجات نافعه. قلت لها انا يعني حسيت ان هو جاب 100 مشاهده بالعافيه. قلت لها الناس مش يعني مش عارفه، ده مش مجال القناه اللي انا شغاله فيه او ايه، الله اعلم. يعتبر مش عارفه يعني مغيره المحتوى ولا ايه. قلت لها ما جابش مشاهدات خالص. فقلت لها انا المجال بتاعي مش افكار مثلا، ولا بدي ناس افكار، ولا يعني في ناس على الفيس تقول لي ايه طب واحنا مالنا، انت فدتينا بايه؟ انا طالعه يعني اللي استفاد من الفيديو بتاعي استفاد، اللي طالع يتسلى معايا يتسلى، تضحكوا ضحكه معايا، تاخدوا حماس مني، تاخدوا طاقه ايجابيه. لكن في قنوات مخصوصه بتدي الافكار بتبدع. بصراحه انا بشوف قنوات ياما انا بيبقى نفسي اعمل زيهم، بس مش في مجال اللي انا بعمله دوت، مش في الروتينات. يعني بيبقى لازم كل قناة ليها تخصص وليها حاجة، الروتينات حاجة، والأفكار المنزلية ليها حاجة، والحيل المنزلية ليها ليها قناة برضو تانية. فأنا المجال بتاعي روتينات، يعني بطلع بتشوفوا يومي عملت فيه ايه، بعمل اكله معاكم كده، بس مش يعني مش بيبقى مثلا الفيديو كله متخصص الاكله. يعني انا في رمضان هخف الشغل اللي في البيت شويه، على بال بس ما اخد هودنا من اللي احنا شفناه في الطبيخ واللي احنا وصلنا له في اول رمضان. بس بعد كده ان شاء الله هشتغل معاكم، هنشوف هنعمله ايه في الشقه. الكراكيب اللي عندنا دي كلها لازم هنتصرفوا فيها، هنعمله. والدولاب اللي كان بصراحه لامم كراكيب كتير قوي، ده لازم هتصرف، لازم هبيضه. يعني هعمل فيه اي شكل كده، بحيث ان هو لو حطيناه تاني في اوضه الطبيخ يديها منظر جمالي، مش المنظر اللي كان فيه الاول. فان شاء الله كل ده هنعملوه مع بعض، بس مش في اول رمضان كده. احنا النهارده بس يوم ايه تفاريح كده، اول يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. مش عايزين نبداوه كده ايه بكركبه بقى والشغل ده كله. فهو اول يومين بس كده، فارجو ان انتوا تخليكم معايا لاخر الفيديو. مش معنى كده مثلا تسيبوني بقى وتطلعوا من غير اللايك ولا كده اهو. كده كده القناه ايه، ما شاء الله يعني، ربنا يصلح حالها. فخليكم معايا لاخر الفيديو لحد ما نشوفوا اكلتنا النهارده عامله ازاي. ومتنسونيش بدعوه منكم بتفرحني، وكلامكم جميل بيسعدني. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بكلامكم الجميل. طبعا الشهرين اللي انا قعدت فيهم دول القناة وقعت خالص خالص. يمكن اللي حرك القناة شوية هو رجعت وقفت على رجليها من تاني الكام يوم اللي هم اللي بيضت فيهم اوضه الطبيخ وكده. يعني هو الحمد لله سندوها شوية، رجعت ايه زي ما كانت الاول. فان شاء الله مش هتغيب تاني عن القناة بإذن الله. بس شجعوني كده يا جماعة والله. لان أنا حطيت اليومين دولت كده ايه، حاسه ان انا بعد الكام يوم بتوع اوضه الطبيخ دولت بعافيه شويه، ربنا يسترها كده ويكملها معايا على خير. الحمد لله. نسمة بتقولي انا شايفاكي، يا ريت تروحوا تزوروا القناه بتاعتها، نسمات مصريه بامريكا. فهي يعني على طول بتلاحظ لو تعبانه ولا كده، فبتقولي مالك، انا حاسه ان انتي وشك تعبان جدا، مالك فيكي ايه وكده. فهي على طول بتحب تطمن عليا، ربنا يكرمها يا رب. فالحمد لله رب العالمين، والله الحمد لله على كل حال. هنا بصوا الخلطة اللي عملتها، يعني سمكية منهم عملتها صينية، والسمكية التانية هعمل لها حشوة برضو. بس الصينية ان هو اخدت كام فص توم ودقتهم بكمون وفلفل اخضر وشوية فلفل اسود، وقطعت فلفل احمر. طبعا لو ما عندكيش فلفل احمر، هو هاجم من يومين دولت كتير ما شاء الله في السوق، فلقيته رخيص رحت جايبه منه ايه، قلت ينفع لاي اكله، بيدي طعم وبيدي لون كده حلو في الاكل. وطماطمايه وبصلايه وكام بطاطسايه خرطتهم كده في قاع الصينيه. رحت حاطه عليهم السمك طبعا بعد ما تبلته حلو قوي بالليمون والملح، وعملت له الحشوه بتاعته برضو. بس السمك اللي في الصينيه ده انا ما بحطلوش كمون، هو بس توم وفلفل اخضر وشويه فلفل اسود. الكمون بقى بحطه مع البطاطس، بحس ان السمك كده من غير الكمون بيبقى اخف وبيبقى اطعم. مطرح التوم هنا بصوا رحت حاطه شويه ميه بس عشان البطاطس بتاعتنا تستوى.
وهي الصينيه بصوا لوحدها كده شكلها يفتح النفس. واحنا غسلنا طبعا، بصوا الرخامه دي بتتغسل اكتر من المواعين. فعشان كده يعني ايه، اي حاجه بتقع عليها كده ولا كده انا ببقى مطمنه ان هي ايه زي الفل. المشكله المواسير دي بقى، بصوا انا يعني لسه بقول له انا بيضنا كل حاجه في اوضه الطبيخ وعملنا كل حاجه، ناقصين نبيضوا المواسير اللي شكلها مش حلو دي. هو لافف عليها ورق لزق عشان خاطر بس الميه بتخليها الصدى ياكل فيها، ولان احنا دي مغيرينها قبل كده، لان بسبب الميه طبعا طايلاها على طول فاتخرمت يوميها واضطرينا ان احنا نغيروها. فهو لافف عليها حاجات وحاطط ابازين وكده عشان خايف عليها لحسن تتخرم. المشكله ان انا جايه بربط الحنفيه بقفلها، راحت طالعه في ايدي فوتت. فدي كانت ليها عركه تانية. المهم هو جاب خلاطات وكده وحب يغيرها. الخلاط نفع، الايد بتاع الحنفيه نفعت لكن الماسوره ما نفعتش، وراح مغيرها. قال لي انت السبب. قلت له كتر خيرها، يعني انتوا شايفينها شكلها عامل زباله قرن من الزمن. طول البني ادم بيدوب، يعني الحنفيه مش هتتكسر، فلازم كل حاجه بتبقى محتاجه لصيانه. يعني قلت له كتر خيرها، البيت كله عايز يتغير مش الحنفيه بس. قلت له انت جت على الحنفيه يعني خلاص نصدره في الهايفه. قلت له يلا عشان يبقى بالمره كده ايه، يبقى المطبخ كله جديد في جديد. هل انت غرمانه ايه ولا خاسس عليكي ايه؟ مش المطبخ اتبيض بعركة، فالحنفية اتعملت بعركة برضو، ماشي الحال مش مشكلة طالما اتغيرت وحاجة نضيفة اتحطت، مش مشكلة. وهنا كنت تبلت السمكة التانية وكنت قليتها. وهنا كنا وصلنا بقى كنت عملت شوية بابا غنوج بالطحينة و... وعملنا البلح بتاعنا باللبن. وطبق المخلل ده لازم، يعني السمك مش ماشي معاه اقول له السمك مش ماشي معاه مخلل، انا قليت فلفل، يقول لي لا لازم المخلل. قلت له طب انت حر. قلت له احنا مش ناقصين نشفان ريق يعني الصيام لوحده عامل. قلت له مش ناقصه نشفان ريق، مش لازم مخلل. قال لي لا سيبيه مالكيش دعوه. فانا ما بديش ايد على المخللات طبعا خالص. وطبق السلطه المحترم ده لازم، السلطه دي يعني ممكن انا بص اكل طبق السلطه ده لوحدي، وما بحبوش السلطه هنا خالص بالبلح. وكانت سفرتنا النهارده اهي. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، متنسونيش باللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.